يا مساء الورد والفل على المستمعين الجمال، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ايامنا الحلوه. معاكم أميرة غزال واحمد البنداري. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي. يا اميره، انت عارفه اول لما سمعت الاغنيه دي كده في شريط الحياه كله سرحت فيه وهو ماشي كده، طلعت كل وشوش اصحابي من الزمن الجميل وكل ايامنا مع بعض. وبعد بقى ما سرحت لقيت ايه بقى؟ لقيت والله ان الصحوبية كانت زمان مختلفة جدا، ولا كان في موبايلات ولا في واتساب ولا في سوشيال ميديا. كنا بنتقابل في الشارع، نقعد تحت البيت، نقعد على الرصيف، نحكي بالساعات، نروح ونيجي مع بعض. عندك حق والله يا أحمد. انت عارف وانت بتحكي دلوقتي افتكرت ان احنا كنا بنحس ببعض قوي من غير ما نتكلم، كنا بنضحك من قلبنا قوي. افتكرت وانت بتحكي كمان ان انا كان عندي واحدة صاحبتي او هي لسه يعني صاحبتي، علاقتنا مكملة الحمد لله لحد النهاردة. الحمد لله والله ان لسه الحمد لله. افتكرت احنا ما كناش بنقف على الرصيف بقى، كنا بنزور بعض، كنا بنقعد في البلكونة نسمع اغاني ناكل لب. وانا بتكلم دلوقتي حسيت بروح زمان، بريحة زمان، بطيبة زمان، بأخلاق زمان. احنا انشغلنا اتجوزنا اكيد، بعدنا ورجعنا، وبرضه علاقتنا الحمد لله زي ما هي. تعالي بقى احكي لك على الاصحاب دلوقتي بيعملوا ايه. الصحوبيه كلها اونلاين، تلاقي مثلا صحاب عاملين لايك كومنت، يتقابلوا في الستوري، يعملوا كل حاجه اونلاين. تحس ان كل واحد عايش في جزيره منعزله عن التاني، ومش عايز يمد كمان الكوبري ان هو يتصل مع التاني ده. وكمان بقى في انانيه قوي، كل واحد عايز نفسه وخلاص، في حسابات، في مصالح. لا وما اقولكش بقى على الطاقه السلبيه، يا لهوي. في ناس تتصل بيك لما يحتاجوا حاجه ماشي، في ناس عندهم هم بيبقوا عايزين يفضوه معاك او يفضوه فيك. إلا ما في حد يتصل يقول لي وحشتيني، عايز أسمع صوتك، أطمن عليكي، ويقفل على طول. والله يا أميرة، أنا ما عنديش مشكلة إن في حد يتصل إن هو يطلب خدمة أو يطلب طلب، بس على الأقل يتصل من فترة للتانية كده، يعني يقول لي إزيك عامل إيه يعني. والنبي إحنا غلابة. الله يكون في عوننا والله. علشان كده أعزائي المستمعين، أنا بنصح لو أي حد عنده صاحب من بتاع زمان يحافظ عليه، لأن النوع ده مش موجود دلوقتي خالص. اسمع مني، اللي يلاقيه يمسك فيه بإيديه واسنانه. يا جماعة افتحوا دفاتر الذكريات، شوفوا مين وحشكوا، ابعتوا له كلمة، ابعتوا له أغنية، المهم قربوا من بعض بأي طريقة. يتصلوا ببعض، اسألوا على بعض، يبعت أي حاجة. أي حاجة. هي دي الاستيكرات بتاعت الواتساب دي، خلاص انا زهقت منها. لو مش هتلاقوا يا جماعه الاصحاب اللي بجد اللي احنا بنحكي عليهم دول، اللي هم بتوع زمان، ما لهمش لازمه ان انتوا تشوفوا اصحاب تانيين من اللي هم بيسالوا عليك كل فين وفين، اللي هم بتوع الاونلاين دول. اقفلوا على نفسكم وبس، لان من غير صحاب هتكون احلى واهدى. الصاحب اللي بيصدر لك طاقه سلبيه اللي كانت اميره بتحكي لنا عليهم دول، لا 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 لا، ابعد عنه خالص، عايز مصلحته وبس. ده مش صاحب على فكره. انت عارف يا احمد كلام بقى بجد. الآية 36 من سورة النساء، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصاحب بالجنب، وبعض التفسيرات بتقول ان الصاحب بالجنب ده هو اي شخص مقرب منك بيشاركك الحياة اليومية، وده فعلا بينطبق على اصحاب زمان. والله فعلا يا أميرة، مفيش أحلى من زمان وصحاب زمان. عشان كده عزيزي المستمع، لو عندك صاحب بيوحشك دلوقتي بعت له الحلقة دي، هي كده كده رايحة له. وبعتوا لنا كمان في تعليقاتكم ايه اكتر حاجة بتحنوا فيها في صحاب زمان، وانتوا كمان في فرق بين صحاب زمان وصحاب دلوقتي ولا لا؟ احكوا لنا المواقف اللي في حياتكم اللي بتدل على كده. ويا رب نشوفكم على كل خير في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم أيامنا الحلوة. واوعوا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم أميرة وأحمد.